السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم ملوخية. هوريكم وانا جربتها في الخلاط وعجبتني قوي. بدل ما بخرطها بالمخرطة وسطانية وكده وانا دراعي بيوجعني، فجربت الطريقة دي عجبتني جدا. انا هعملها في الخلاط ومش هتكون بتمط ولا هتكون هتفقد لونها اللي هو الخضار بتاع الجميل ده، وهتشوفوا معايا. عندي الشوربة بتاعتي بتغلي على النار، شوربة لحمة فراخ الموجودة، وهي بتغلي كده هنزل عليها بالملوخية. بصوا زي ما احنا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الكمية بتاعتي كلها وهسيبها تغلي. هسيبها تغلي بتاع غلوتين كده بالظبط، وهنزلها تهدى شويه وبعدين اضربها في الخلاط وارجعها تاني عادي خالص، بس مش هطول عليها في الخلاط، يعني ضربه والتانيه وهوريكم ازاي. انا كده خلاص خدت غلوتين اهي، هنزلها تهدى 5 دقايق وهرجع لكم تاني. عندي الخلاط بتاعي اهو، هفضي فيه الملوخيه والشوربه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. لو حسيت انها تقيله وعايزه شويه شوربه هديها، هضربها ضربتين في الخلاط وهرجع لكم تاني. بصوا انا هنا ضربتها ضربتين اهو، شايفين انا عايزه القوام بتاعها كده تمام. هرجعها على النار تاني. بصوا انا لسه بقى ما غليتش. هعمل لها بقى الطشه بتاعتي اهو. بصوا هي خضره زي ما هي ازاي، شايفين. هنزلها انا كده بقى خلاص من على النار، هي تغلي غلوه واحده وخلاص. عندي بقى في الطبق بتاعي الصغير على النار عملت انا 3-4 فصوص توم على حسب انتوا بتحبوا التوم ولا لا، بس انا بحب التوم بتاعي كتير. وهخرط على التوم ده قرن الفلفل الفظيع ده، علشان بس الولاد مش بيحبوا الحراق. هاخد انا الشويه اللي على جنب اللي ابتدوا يحمروا دول تمام كده على الطبق بتاع الولاد، والباقي هقطع عليه الفلفل الاحمر. بصوا والله العظيم والله العظيم ما تفرق حاجه نهائي على اللي متخرطه بالمخرطه. وده الطبق التاني اللي انا عاملاه من غير فلفل عشان الولاد وكده. بصوا اهي ولا بتمط اهي، بصوا اهي شربت خدت اهو بالمعلقه اهو، ولا بتمط ولا اي حاجه. ودي نفس الكلام اهو. الملوخيه فظيعه يا جماعه، جربوها بالطريقه دي بجد هتشكروني عليها. واللي كانت عاتله هم انها لسه هتخرط والكلام ده كله وعندها الولاد بيحبوها، هتعمليها كل يوم. يلا سلام عليكم.